فأهل السنة والجماعة يقدرون الأئمة الأربعة ويعرفون قدرهم، لكنهم يحترمونهم الاحترام الذي يؤدي إلى زيادة حسناتهم. ما أنا لما أجي أنا أقول للناس إياكم وقول الشافعي في المسألة دي، الشافعي مثلا ينسب له مسألة إيه؟ جواز نكاح البنت من الزنا. في مذهب الشافعي رضي الله عنه هو يرى أن ماء الزنا لا يحرم، ماء الزنا لا يحرم. لو واحد زنى بامرأة وحملت منه يقول لك أن هذا الماء غير محرم. يعني إيه غير محرم؟ يعني دي مش بنته. يعني إيه برضه مش فاهم يا عم الشيخ؟ يعني هل يجوز له نكاحها؟ قال لك يتجوزها عادي، دي بنته. قال لك مين اللي قال بنته؟ هي لا بنته لا شرعا ولا شيء، مش بنته، لن تنسب له أصلا. ولما واحد يزني بواحدة ويخلف منها بنت تتكتب باسمه، باسم الزاني؟ لا أبدا أبدا، يبقى مش بنته، يبقى يتجوزها. قال لك يتجوزها عادي. طبعا هذه زلة عظيمة، دي زلة في مذهب الإمام. لكن هتروح فين دي بقى في بحار حسناته؟ ولا حاجة. إيه يعني؟ ما يعني أنا أذكر مرة ذكروا في ترجمة بعض الفقهاء الشافعية إن هو حب يبغض المذهب الشافعي لبعض الملوك، فهو بيقول له يعني آخذ بمذهب من؟ ملك من الملوك، أظن ابن سبكتكين أو حد غير، حد أظن هو يعني. سأل بعض الفقهاء الشافعية أيهما أصوب، مذهب مالك أم أبي حنيفة؟ قال له مش هرد عليك، أنا سأصلي أمامك صلاة على مذهب الشافعي وصلاة على مذهب أبي حنيفة، وإنت اختار. عمل إيه؟ طبعا أبو حنيفة له أقوال رضي الله عنه، له بعض الآراء كان يقول بها لأنه لم يبلغه فيها حديث، فكان بيجتهد ويتوسع في النظر أحيانا رضي الله عنه ورحمه. وخلفه في هذا أصحابه، أقرب الناس إلى أبو محمد بن الحسن وأبو يوسف القاضي، خلفوه في تلتين المذهب تقريبا، ومع هذا ظلوا على اسم المذهب احتراما للإمام وتبعية له، حبا يعني. لكن هم كانوا يقدروا يعملوا مذهب لوحدهم، أو كان ينفع كل واحد منهم يعمل له مذهب مستقل، كانوا يقدرون على هذا وهم أهل ذلك رحمة الله عليهم، ولكنه الأدب رضي الله عنهم جميعا. خلاص. فالراجل قال له الآن سأصلك على مذهب أبو حنيفة، وراح جايب خمرة، قال هات لي إزازة خمرة، راح متوضي بالخمر، حلو، وجاء بجلد خنزير وكلب، حطهم جنب بعض كده عملهم مصلية، وراح واقف من غير ما يكبر تكبيرة الإحرام، ولم يقرأ، وراح قاري الفاتحة بالعبري باللاتيني، خد بالك، وأخذ يضرط في صلاته، وقعد يعمل ريح كمان، وأخذ ينقر نقرا سريعا، دب دب دب، وقام ولم يسلم. قال له هذه صلاة أبي حنيفة. تشوف بقى الشافعي، قال له ورينا. فجاء بماء مطلق وأحسن الوضوء وأسبغ الوضوء على المكاره، وأخذ بقى كده أيوة، كان الدنيا برد بقى، وقعد يعمل كويس ويظبط، وجاء بالسنن والهيئات وكل حاجة، وجاء بثياب نظيف، على مذهب أبو حنيفة ادى ظهره للقبلة كمان، صلى ظهر على ظهره عكس القبلة يعني، وقصد القبلة وكبر وقرأ الفاتحة وجهر بالبسملة وقرأ، وأخذ يطيل الركوع والسجود، صلى صلاة كده إيه 100 فل و14 صلاة صح يعني. قال له إيه رأيك؟ قال طبعا على مذهب الشافعية أكون إيه دو. فالراجل مال إلى مذهب الشافعية بسبب هذه الإيه الحركة. طبعا الشيخ اللي عمل الحركة ديت إن صح هذا الكلام يعني، وقد ذكره بعض أهل العلم، هو أخذ بالرخص التي في مذهب أبي حنيفة، ده مش مذهب أبو حنيفة ولا حاجة، لكنه رخص في هذا في بعض الأحيان، رخص يعني. قال مثلا مسألة الخمرة ديت أجاز الوضوء بالنبيذ. النبيذ عند أهل الكوفة الخشاف، عندنا النبيذ عندهم مش خمرة، لا يرونه خمرا أصلا.